السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سمك الفراخ بطريقه سهله جدا وبسيطه. تتبيله روعه، تابعوا بس معايا، تتبيله جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله. انا مقدمه هنا جنبها كشري اصفر اسكندراني، ومقدمه جنبها سلطه طحينه كده بالشكل ده، وهعمل بس طبق سلطه خضراء معاها كده زي الفل. يا رب تكون سهله عليكم ان شاء الله وتجربوها. ندخل مع بعض في خطوات عشان ما اطولش عليكم، ونشوف كده مع بعض يا حبايبي المكونات اللي معانا ايه. انا عندي ده سمك، بنقول عليه عندنا في اسكندريه سمك فراخ، معرفش بقى عندكم في الاماكن التانية بيتقال، البلاد التانية بيتقال عليه ايه. انا جبت شلت الراس بتاعته ونضفته كده بالطريقه دي كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم السمكه دي بتبقى طعمها حلو جدا، وبتطلع منها سلسله بس ما فيهاش اي شوك ولا اي حاجه، جميله جدا في الاكل. هنحتاج عليه بقى التوابل بتاعتنا. انا عندي هنا ملح وكمون وكزبره ناشفه ورشه كاري صغيره ورشه كركم صغيره، عندي ربع معلقه بابريكا، وهنا عندي حته جنزبيل فريش مبشوره معايا، ممكن تستغني عنها على فكرة. عندي هنا كرفس بقى وتوم وفلفل حراق وفلفل بارد وليمون. هنحتاج على الكلام ده بس معلقتين خل. عايزه اقول لكم التتبيله دي فعلا بتخلي طعم السمك ده روعه، جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم جدا باذن الله، والله طعمها حلو جدا جدا. حابه بس اشكر كل الناس اللي بتشجعني، ومتشكره ليكم جدا 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 بجد، كومنتاتكم بتسعدني جدا والله. ربنا كده يجازيكم خير يا رب كده، ودايما في تقدم ونجاح لينا جميعا يا رب. دعواتكم ليا بالشفاء العاجل. كل اللي عارفيني طبعا انا تعبانه، يعني ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. حبايبي بيساعدوني الحمد لله، انا مش شغاله لوحدي على فكره مش بعمل لوحدي عشان مش بقدر اتحرك، بقالي سنه وشهرين مش بقوم من السرير. دعواتكم يا جماعه، دعواتكم بجد ان انا فعلا محتاجه اعمل العمليه دي ومش عارفه اعملها. دعواتكم. طولت عليكم معلش سامحوني. هندخل بقى في الخطوات مع بعض، هفرم الحاجات بتاعتي دي وارجع لكم. وكده حبايبي خلاص فرمنا التوابل بتاعتنا. ده انا عندي فلفل حراق مفرزاه في الفريزر، حراق وبارد على بعض، عاملاه صلصه كده بالطريقه دي، بشيله كده وأعبيه في الفريزر وقت ما انا عايزه اخد منه. ان شاء الله هبقى اعمل الطريقه انزلها معاكم، عشان معلش سامحوني لسه ما نزلتهاش على القناه. تمام كده. هنضيف على الكلام ده بقى شويه خل كده، حوالي معلقتين خل، وهنضيف الليمونه بتاعتنا. انا قطعت السمك بتاعي على فكره عشان مش حابه يبقى كبير كده يعني، بحبه الصراحه بيبقى صغير كده افضل يعني، كده بالشكل ده. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي كده بالطريقه دي، اقلبها كويس جدا عشان تاخد نفس الطعم يعني. بس كده نبتدي بقى نحشي السمك بتاعنا ونسيبه يتبل معانا. نبدأ كده حبايبي نحشي السمك بتاعنا بالطريقة دي، ناخد من التتبيلة كده، نشرب السمكة بتاعتنا كويس جدا. عايزة اقول لكم اسقيها من تحت ومن فوق، بصراحة انا حابة اعمل بايدي عشان اعرف اتحكم كده، بحب اشتغل كل حاجة بايدي عشان اعرف اتحكم فيها، كده من تحت ومن فوق كويس جدا. كده بالشكل ده. هكملها بس وارجع لكم. وكده خلاص يا حبايبي تبلت السمك بتاعي كله بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم بجد ريحه التتبيله والله وهو ني كده روعه روعه بجد يعني. هسيب بقى السمك بتاعي يتبل شويه، ونجهز مع بعض الحاجه اللي احنا هنعملها، ونرجع نقدمها مع بعض ان شاء الله. ونشوف كده حبايب قلبي الكشري الاصفر بتاعنا الاسكندراني هنعمله مع بعض ازاي. انا حطيت في الحله بتاعتي هنا زيت، طبعا حسب كميه الرز اللي هتعمليها. عندي هنا انا غسله هنا رز وعدس على بعض، برضو حسب الكميه اللي انت حباها. بسم الله كده، بسم الله كده بالشكل ده. ونبتدي نقلب الرز بالعدس بتاعنا كده بالطريقه دي. عايزه بس الرز بتاعي يتشمع بالماده الدهنيه اللي انا حطاها، طبعا حاطه زيت كده بالشكل ده. على ما الرز يتشرب معايا شويه في الدهون، هبتدي ادق فص ثوم واحد بس. طبعا يا جماعه الثوم بيديها ريحه حلوه جدا جدا بجد، بس ما تكتريش عشان ما يغيرش طعمه. هحتاج فص ثوم واحد على رشه شطه حمراء، على شويه الملح اللي انا هحطهم بتاع كميه الرز، بس هدق الثوم بتاعي وارجع. كده الرز بتاعي قاعد بتاع دقيقه على النار. انا عندي كده الثوم والملح والشطه اللي قلت لكم عليهم كده. نقلب بالطريقه دي، شمي بقى ريحه روعه روعه بجد يعني، ريحته قلبت الدنيا. بس نبتدي بقى اضيف الميه بتاعتنا. انا ضايفه هنا كوبايه ونص رز، حاطه على نص كوبايه عدس، يعني الكميه كلها كوبايتين. هنضيف الميه بتاعتنا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا الرز المصري كميه الرز قد كميه الميه، زي الفل كده. نشوف الملح بتاعنا، نظبط الملح بتاعنا ونغطي عليها بقى ونسيبها تستوي، ما نقلبوش خالص ولا نيجي جنبه لما يتشرب معاه. وكده على ما الرز بتاعنا يستوى نكون قلينا السمك بتاعنا. انا عندي هنا ده دقيق، طبعا اي كميه برضه على حسب كميه السمك. رش على نص معلقه كزبره، ربع معلقه كركم، معلقه صغيره نشا، بس مش اكتر من كده. هقلب كل ده مع بعض كده.
عايزه اقول لكم التتبيله دي بتخلي طعم السمك من بره حلو جدا. الكزبره بتضيع ريحه الزفاره خالص وتخلي ريحته حلوه قوي بجد يعني. بس هتبل بقى السمك بتاعي واضيفه واحطه في الزيت ونشوف شكله عامل ازاي. ونتبل السمك كويس جدا كده بالطريقه دي، من تحت ومن فوق من الجناب كويس جدا. عايزه الكفر بتاعي يبقى متماسك كده ما يفكش مني في الزيت. تمام كده. هنعمل كله بقى بالطريقه دي كده. شايفين كده الرز بتاعي بدا يتشرب، عمل نقط كده. شايفين النقط دي؟ معنى كده انه بدا يتشرب معايا. بهدي عليه خالص النار او احط تحتيه شياطه، بس اسيبه يستوي معايا، ما اجيش جنبه خالص، اغطيه تاني واسيبه. وكده هنبدا نقلي السمك بتاعنا. عندي الزيت بتاعي سخن. بنفض يا جماعه السمكه كويس جدا من الدقيق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز يسخن شويه كمان. كده هنكمل اضافه السمك بتاعتنا كده بالطريقه دي. وكده السمك بتاعي يبدا يحمر بالشكل ده. انا هضيف هنا قشر الليمون بتاعي اللي انا كنت حاطاه في السمك. بيبقى ريحه الزفاره خالص لو في لسه ريحه اي زفاره ولا اي حاجه. بس خلاص. بصوا لون السمك جميل ازاي، لونه حلو جدا جدا ومقرقش خالص كده. ان شاء الله يعجبكم باذن الله. وده كده لون السمك بتاعي بعد ما اتقلب بالشكل ده. هكمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم. وده كده حبايبي شكلها بعد ما خلصت كده. الاكل خلاص معايا بالطريقه دي. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوه. ما تنسونيش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الاشعارات. ولو ما اشتركتوش في القناه قبل كده تشتركوا عشان تجيلكم الاشعارات.